يعني حرفيًا ما أدري إيش يحسون ينشرون أغاني. يعني أنت بس تخيل نشرت أغنية، خلينا نفرض جابت 1,000,000 مشاهدة، هاي أنت أخذت 1,000,000 ذنبوية هالوهس يعني. جابت 1,000,000 أنت أخذت 1,000,000 جابت 1000 أنت أخذت 1000 ذنب. فيعني ليش تنشر؟ زين خلينا نفرض واحد أخذ الأغنية أنت ناشرها أخذها ونشرها بحسابه، هو راح تجيه ذنوب وأنت هم راح تجيك. ولا وأنت مكمل بالنشر كمل. زين أنت بدل هذا شغل عقلك هذا الذكي شوية وبدل الأغاني بالقرآن. عاسى كل ما تنشر قرآن عاسى تجيك حسنات. حتى القرآن يعتبر صدقة جارية، كل ما الواحد يشوفه أنت راح تاخذ حسنات عليه. وحتى لو تموت كل ما واحد يشوف فيديو أنت راح تجيك حسنات. وهم نفس الشيء لو واحد حفظ الفيديو القرآني مالتك هو من راح يشتري بحسابه وهو راح تجي حسنات وأنت راح تجيك حسنات. فنصيحة لأي واحد ينشر أغاني، نصيحة مسحن وتوب. ما حرفيا ما راح يفيد انك وانت ما راح تظل عايش بهاي الدنيا مدى الحياة. هي كم سنة وراح تودع الحياة يعني. وليش تعوف سيئات تجيك يعني حتى بقبرك تجيك سيئات، خليها بدالها حسنات. لا هسه أحلى شي يجيني واحد رسم ربع يقول لي أغاني حلال، عارفين أنا ما أدري شو أسوي له. ولو أنت ناشر أغاني أنصحك هسه تروح تمسحن كلهن، تروح كلهن تمسحن. هسه تقول لي لا علينا مشاهدات، طبعا والله المشاهدات تاخذ سيئات عن مود والله كم مشاهدة. فقوم امسحن هسه هاي السالفة تفيدك يعني نصيحة قوم امسحن أغاني كلهن. وبس شباب بنات بس حبيت أنصحكم يعني تبتعدون عن الأغاني هاي الأشياء الحرام. وكان معكم وزر في جيل بحلقة جديدة وسلام. وصلوا على النبي واكسروا من الاستغفار والتسبيح والسلام يا حلوين.